السلام عليكم يا باشمهندسين. معاكم باشمهندس ماركو مراد. فرقة تانية حسابات ومعلومات الجامعة المصرية. إن شاء الله نكون مع بعض في مادة Programming Language هندرسها بلغة الجافا على حسب المنهج الأكاديمي بتاع الكلية يعني. آم، قبل ما أبدأ بس كده أنا عاوز أديك كلمتين يعني مبني عليهم كل اللي جاي، حرفيا كل اللي جاي. مش هتعرف تكمل في المادة دي من غيره. طيب، أنا مش عاوزك تشرب الكلام الطاير اللي هو بتاع المادة صعبة، الدكتور بيسقط، ده أنت مش عارف، ده 30% من الدفعة السنة اللي فاتت كانوا سمر والسنة اللي قبلها مش عارف كان كام. تبص تلاقي الكلام اللي عجزك ده وانت لسه حتى ما دخلتش بصيت في المادة. طب حضرتك جربت المادة؟ لا، بس سمعت صاحبه قال لصاحبه. لا، سيبك من الكلام ده كله. ادخل جرب بنفسك وشوف المادة عاملة ازاي. المادة سهلة جدا وفي ناس بتجيب فيها A بلس، ولو في حاجة أعلى من A بلس هتجيب. تمام. وادينا هنبتدي اهو هنشوف. المادة بس محتاجة منك تدريب كتير. المادة تكنيكال، هي اوريدي مش مادة، هي لغة. وانت عارف الفرق كويس ما بين اللغة والمادة. مادة مثلا كلها نظري، مادة انت بتحفظ بتكب. ده الفرق شاسع بين الفرق ما بين المادة واللغة، وزي الفرق ما بين الدراسات والرياضة. فاهم؟ فدي مادة مبنية ان انت لازم تتدرب كتير، لازم تجرب بروبلمز كتير. فاهم؟ لازم تتعرض للكود كتير. تمام. دي كده ايه اللغة. اللغة ليها قواعد لازم تكون عارفها. مش زي اي حاجة انت انا هبتدي هبصمج وامشي على طول، لا. تمام. فادينا هنبتدي اهو ان شاء الله وتشوف الدنيا عاملة ازاي. هو مبدئيا احنا عاوزين نعرف يعني ايه اصلا programming language. ال programming language لغة برمجة. تمام. بتستخدمها في ايه لغة البرمجة؟ بتستخدمها في حل المشاكل، بتستخدمها في ان انت تعمل create programs والكلام ده. طيب، انت قبل ما بتعمل اي حاجة في حياتك بتعمل ايه؟ تقول لي بعمل ايه؟ اقول لك تعالى بس نرجع بالزمن شوية كده لايام مادة الانترو. في شابتر 12 بالذات خدنا حاجة كده في البروجرامينج لايف سايكل. في توبيك كده اسمه بروجرامينج لايف سايكل. أول حاجة خالص بتبتدي بيها حاجة اسمها الدوكيومنتيشن. الدوكيومنتيشن أو التخطيط. قبل ما بتعمل أي حاجة في حياتك أنت ذات نفسك دماغك بتخططها، بتديك أوامر بتقول لك أول خطوة كذا، تاني خطوة كذا، تالت خطوة كذا. إزاي برضو؟ يعني مثلا خلينا دلوقتي أنت هتعمل كوباية شاي. يعني لما تيجي تعمل كوباية شاي بتعمل إيه الأول؟ بتجهز السكر، وبتجهز الشاي، بتجهز الكوباية، وبتجهز المية. تمام. وبتقول بقى هل لو المية غلت هصب الشاي، لو لسه ما غلتش هستنى شوية بعدها اصب الشاي. فاهم؟ الحاجات دي كلها ده اسمه تخطيط، او ليها شوية خطوات كده انت بتديها لمخك علشان تبقى عارف انت هتعمل ايه. تمام. او علشان ما تنساش خطوة منهم فانت بتبتدي تدونهم بايدك. طيب زي الفل. بعض الحاجات اللي احنا بناخدهم في البروجرامينج آه ك كدوكيومنتيشن حاجة اسمها السودو كود. ايه هو السودو كود؟ بيقول لك ده هو plain English representation of computer program or algorithm. هو ده زي ايه؟ هو ده algorithm كده، او اللي هو بعض الخطوات انت بتحطها علشان ايه؟ تبتدي انت تنظم دنيتك وعارف البروجرام بتاعك هيبقى ماشي ازاي. طيب، برضو عاوز افهم ايه هي وظيفة السودو كود. وظيفة السودو كود ده هيبقى مثلا عامل زي ايه؟ زي نائب الكود. لو انا مثلا واحد عاوز اعمل بروجرام، بس انا مش تكنيكال قوي في الجافا، انا مثلا مبرمج سي بلس بلس، وواحد صاحبي عمل بروجرام بالجافا. طب انا عاوز اخد نفس السورس كود بتاع الجافا ده، بس يعني هعمل نفس الابليكيشن بس بسي بلس بلس. هعمل ايه وانا مش فاهم جافا؟ فبالتالي هطلب سودو كود من بتاع الجافا، اقول له اكتب لي كده الخطوات انت عملت ايه بالظبط علشان تعمل البرنامج ده. خلي مثلا البرنامج ده بيعمل ايه؟ برنامج شات. فهو هيقول لك انا اول حاجة مثلا عملت كذا، عملت الخانة الفلانية، عملت مثلا variable معين، عملت كذا. شايف كل الحاجات دي؟ هو هيكتبهم في ورقة ويديهم لك. ايه هي الورقة دي بقى او ايه الحاجات اللي هو كتب؟ ده اسمه السودو كود. تمام. تمام. بيقول لك السودو كود ده هو مش بروجرامنج لانجوج، لا بالعكس هو بديل بروجرامنج لانجوج. هو بديل. ان انا مثلا واحد مش فاهم جافا فبالتالي هيستعين بيه علشان خاطر ايه؟ يحوله للايه للجافا او يحوله للغة تانية. تمام. تمام. زي اللغة العامة اللي الكل بيفهمها كده، هي اللغة العامية بتاع البرمجة عامة. زي ايه برضو السودوكود؟ السودوكود ده في بعض الكلمات الدالة عليه، زي مثلا ايه كلمة ستارت. ان انا يعني اي ابلكيشن لازم يبتدي بستارت وينتهي باند. طيب،
يبتدي بستارت أو بيجن، أو ينتهي مثلا بإند، أو أي كلمة بتدل على إن هو انتهى، أو كلوز، أي حاجة. فاهم؟ اللي هو ملوش قاعدة معينة، ملوش مثلا سنتكس معين اللي هو أنت تقول لي إيه. طب لو أنا كتبت start مثلا بدل begin هيكتب لي غلط، ولو أنا كتبت begin وما كتبتش start هتفرق؟ لا، مش هتفرق، عادي يعني، أي حاجة بتدل على البداية كتبت حتى ابدأ، عادي. سيبك من إن هو مثلا بيقول لك لا هنا ده plain English representation، لا هو مش شرط، عادي يعني. أهم حاجة إن أنت تكون السودو كود ده أنت يكون لغة تواصل ما بين اتنين أنتوا فاهمين بعض. تمام، اللي هو ده يكون اللغة المشتركة ما بينكم. طيب الفلو تشارت نفس النظام برضو بتاع السودو كود، بس ده شغل رسوماتي أكتر، يعني دياجرامي أكتر. طيب برضو نفس المثال، لو أنا جيت عاوز أعمل مثلا كوباية شاي، هبتدي أبدأ الأول هقول له مثلا جهز لي حاجة معينة، جهز مثلا مية وسكر. تقول لي مثلا المية غلت، لو غلت هروح جاي أعمل كذا، ولو ما غلتش هعمل كذا، والكلام ده. طيب الفلو تشارت ده كده الأشكال اللي اتدل عليه. دي مثلا حاجة اسمها الأوفال، أو اللي هي الشكل البيضاوي. الشكل البيضاوي ده بيدل على إن أنت بتستارت أو إند. تمام، يعني الأوفال ده أنت هتكتب فيه يا ستارت يا إند، ما تكتبش فيه حاجة تاني. طيب السهم ده هو ده اللي بيدل، أو الفلو هو اللي بيدل على اتجاه الحاجة اللي أنت رايح لها. لو مثلا بعد ما تبتدي أنت تستارت هتروح فين؟ هتروح للكونديشن، تشوف مثلا المية غلت ولا لسه. لو غلت، شايف السهم أهو، تلقائي نفسك هتروح تعمل كذا. طب لو ما غلتش هتستنى شوية، وبعديها هتروح تعمل كذا ده. هو ده كده اسمه السهم، أو الإيه، الرو اللي هو بيتجه ليه. طيب تمام. طيب المعين ده، تمام، ده بتاع الانبوت والاوتبوت. لو انا مثلا عاوز اعمل ايه، هانبوت حاجة معينة، هخلي اليوزر مثلا ينبوت رقم. انت لما بتيجي مثلا عندك في خانة اللوجن، انت بتعمل انبوت لليوزر نيم بتاعك وبعديها انبوت للباسورد. فكلمة الانبوت دي انا اروح جاي حاططها هنا، لو مثلا انبوت باسورد، انبوت الفاريبل الفلاني، وهكذا. طيب المستطيل ده بيدل على اي بروسيس او اي عملية حسابية، يعني مثلا زائد ناقص على في أي حاجة فيها عملية حسابية، بزيادة نقصان أي حاجة بتتعمل في الإيه، في المربع ده. طيب المعين أي كونديشن، شرط معين زي ما أنا جيت قلت لك كده، هل المية غلت ولا لأ؟ يبقى أنت كده الكونديشن ده سؤال، هل غلت؟ لأ، روح اعمل كذا. طب غلت، روح اعمل كذا. تمام، هنشوف أمثلة عليه يعني. طب السودو كود زي ايه؟ السودو كود زي كده مثلا اهو ستارت، مثلا انت بيجن السودو كود والحاجة دي، الانبوت ده علشان تتيك انبوت فروم ذا يوزر، برنت ده علشان تبرنت اوتبوت معين. هتقول مثلا ايه، ستارت بروجرام. بعديها هقول له انبوت يوزر نيم. هقول له مثلا بعد اليوزر نيم لو غلط مثلا هقول له برنت اليوزر نيم بتاعك غلط. لو اليوزر نيم صح هقول له مثلا اليوزر نيم بتاعك صح، ويلكم، وهكذا. ماشي. بس increment يعني زيادة، decrement يعني نقصان، compute أو calculate أو الحاجات دي اللي احنا هنعملها بعد كده في الفلو تشارت. هنعملها في بتاع ده، في مستطيل. فاهم؟ أي حاجة فيها calculate أو compute والكلام ده، عملية حسابية هنعملها في مستطيل. ده بالنسبة للفلو تشارت يعني. خلينا مثلا ناخد مثال في السودو كود. السودو كود بيقول لك هتكتب لي algorithm، أو تكتب لي يعني سودو كود هو calculate summation of two numbers. انت عندك two numbers x و y، عاوز تجيب لهم summation، يعني هتعمل لهم زيادة. فهتعمل ايه؟ هتقول لي يا باشا start، اول حاجة طبعا start البروجرام، وفي الاخر هنعمل end بتاعتنا، وجوه الايه في البادي ده احنا هنعمل بقى اللي احنا عاوزينه. طيب اول حاجة هتعمل ايه قبل ما تعمل؟ انت شوف انا عملت ايه، اديتك declaration، قلت لك في واحد اسمه x وواحد اسمه y. ماشي، فبيقول لك اهو declare x و y، وفي حاجة اسمها sum. يبقى احنا بنعمل الفاريبلز بتاعتنا، بنكريت الفاريبلز بتاعتنا. اقول يا باشا declare يعني اخلق او اعمل variable اسمه y واسمه x، وعايز خانة تانية او variable تاني او متغير اسمه sum، والsum ده مثلا مديله قيمة 0. ماشي. طيب الsum بيساوي ايه؟
شايف الsum ده اللي هو ب0 ده بيساوي x زائد y. أنت كده عملت أهو summation. sum بيساوي x زائد y. شوف أنت عملت أنا باعمل إيه برضه؟ بارتّب خطوات، كإني باكتب كود بالضبط، بس أنا بارتّب خطوات. يعني أنت مثلًا هتيجي في الكود وأنت بتكتب هاروح جاي مثلًا إيه، في حاجة اسمها semicolon. لو ما كتبش الsemicolon في الآخر دي فالكود غلط. هل كده معناه إن أنا مش كاتب semicolon هنا يبقى الكود بتاعي غلط؟ لأ، لأن ده زي ما قُلنا pseudo code ما لوش قواعد معيّنة. ماشي، يعني ممكن أكتب الsum ده ممكن أعمله s، ما أكتبوش sum. فاهم؟ يعني ما لوش قاعدة معيّنة. فأنا رُحت مثلًا عملت sum وx زائد y وفي الآخر أروح عامل print للsum. الكلام اللي أنا عملته ده إيه؟ ده اسمه تخطيط. طيب، الحاجات اللي إحنا قُلناها دي كلّها، تمام؟ بيقول لك as we mentioned before the order of program computer we need to use programming language. إحنا أي program مثلًا هنحتاج إن إحنا نستخدم programming language. ده هو الكمبيوتر بيفهمه. تمام. هل أنت بتفهم مثلًا لغة الماشين؟ اللي هو لو جبت لك مثلًا مش عارف integer حاجة كده ورُحت جاي عامل لك أقواس وحاجات، بُص قعدت أرسم لك كده، هل هتفهم الكلام ده كله؟ لأ. هل أنت بتفهم لغة الzero ones؟ لأ. بس بتفهم اللغة العادية اللي هي الإنجليش دي. تمام. فأنت علشان تتعامل مع الكمبيوتر أنت محتاج programming language. طيب، بيقول لك هنا there are many programming languages that can be used to encode the sorting algorithm. يعني أنت عندك يعني أكتر من مليون programming language إن أنت تقدر تترجم الألجوريزم ليها. يعني كده معناها إن الألجوريزم أو السودو كود نقدر نحوله لأي لغة برمجة أيا كانت. تمام. أهم حاجة بتبقى على حسب مثلا طبيعة البرنامج ماشي إزاي. طيب، الالجوريزم هو زيه بالظبط زي السودو كود. بيقول لك هو sequence of instructions is called an algorithm. هو بعض القواعد أو بعض الحاجات اللي إحنا بنرتبها كده أو بعض الخطوات اللي مبنية عليها إن إحنا نعمل بروجرام معين. step by step problem solving process. هو ده خطوة خطوة إحنا عشان نعمل مثلا problem solving أو اللي هو إحنا بنحل مشكلة معينة أو ما نحل مسألة معينة. تمام. أنت لما بتيجي تحل أي مسألة معينة في الرياضة أنت بتكتب مثلا أول قانون الأول علشان أجيب قانون تاني عشان أجيب قانون تالت وفي الآخر هجيب إيه؟ حل المسألة لمجهول معين. فهو ده برضو نفس النظام كده بتاع الألجوريزم. تمام. بيقول لك برضو الحاجات اللي هي من الألجوريزم زي الفلوت شارت والسودو كود. طيب، بيقول لك أهو ده أمثلة على الفلوت شارت. الفلوت شارت بيقول لك أنت هترسم لي فلوت شارت علشان تكالكوليت مثلا مساحة الإيه؟ المربع. طيب، مساحة المربع أنت عندك مثلا طول الضلع في نفسه. فأنت طول الضلع ده كلمة الضلع أو اللي هو ال مثلا أنت هتعمل له variable فأروح جاي مخليه بصفر. ولما أحب أضربه في نفسه لازم أحطه في قيمة معينة في قيمة إيه بقى اللي هي الاريا. فأروح جاي أعمل variable تاني اسمه اريا. تمام. طب الفاريبل اريا ده هديله برضو قيمة بزيرو. طيب، هاجي بقى بعد ما عملت أنا الاتنين دول هبتدي أقول له يا باشا الاريا بيساوي ال في ال أو طول الضلع في نفسه. تمام. كده أنا عملت إيه؟ أنا كده عملت بروجرام أو خططت أهو إن أنا هعمل إيه؟ بروجرام بيحسب لي بيكالكوليت اللي هو the area of square أو مساحة المربع. طيب، أول حاجة زي ما قلنا ابتدينا بستارت وبعد ستارت عملنا انبوت. الانبوت عمله فين؟ عمله في معين، عمله قصدي في متوازي المستطيلات ده. تمام. الانبوت قال لك هات انبوت اس. ايه هو الاس ده؟ اس ده مثلا خليه وليكن هو ده طول الضلع او هو ده الضلع ذات نفسه. تمام. بعديها خلالي الاريا او اللي هو الاي ماشي بيساوي اس في اس. تمام. كده انا عملت نفس النظام اللي انا عملته هنا وفي الاخر خالص يا باشا هنبرنت. يبقى دي كده المعين ده بنستخدمه في ان احنا ما بنيجي ندي انبوت او ما بنيجي نبرنت. وده كالكوليت. من كالكوليت يبقى هنحط فين؟ في المتوازي المستطيلات ده. تمام. او اللي هو المستطيل. طيب، دي كده بعض العمليات اللي هو دي equals ودي not equal ودي أصغر من ودي أكبر من أو أصغر من أو تساوي وهكذا. دي بعض العمليات اللي أنت ممكن تستخدمها يعني لو مثلا لما جيت قلت هنعمل تشيك معين في اللي هي الكونديشن دي. لما بنيجي نعمل كونديشن هنتشيك هل مثلا الرقم 5
او الرقم اللي انا اديته انبوت مثلا اللي هو الاس ده يساوي 5. يعني لما اقول مثلا عاوز اقارن ما بين حاجتين اس ورقم 3، هل الاس بيساوي 3؟ لسه هنشوف. طيب ماشي، بس احنا مش بنكتب يساوي واحدة، لا بنكتب دبل يساوي كده. وهل الاس يساوي 3؟ ده كده ايه كونديشن. تمام. تمام، هتقولي طب ايه الفرق ما بين يساوي الواحدة والاتنين يساوي؟ اقول لك الاتنين يساوي لو احنا مثلا بنتشيك، يبقى دي كده معناها سؤال، لكن ده كده declaration، او لو انا بدي قيمة مثلا لحاجة معينة. تمام، او implementation يعني. طيب مثال للفلوت شارت الكامل المتكامل اهو. اول حاجة begin، شايف هتلاقي كتب begin، كتب start، كتب اي حاجة، مش هيقول له غلط يا باشا، مش هيعاتبك على اي حاجة، انت ماشي صح. طيب بعدين بيقول لك مثلا هتقرأ، شايف عملوا لك في معين كلمة read هياها input عادي. انا واحد بفهم كلمة read بفهم كلمة input، مفيش اي مشكلة. انت هتقرا لي كام variable؟ ادي 1 2 3. طيب هتتشيك تحت هل is A اكبر من الB؟ طب لو هي صح هتنزل تتشيك تاني، طب لو غلط هتروح تتشيك حاجة تاني، فاهم؟ وبرضه بعد ما تنزل تتشيك لو صح هتعمل كذا، لو غلط هتعمل كذا، لحد ما توصل للإند بتاع البروجرام. طيب البروجرام اللي أنا راسمه ده بيعمل إيه؟ بيقول لك ده بيكالكوليت، تمام، the maximum value of three numbers. هو ده اللي بيكالكوليت، بيقارن لك بين 3 أرقام، تمام، A و B و C، وبيشوف مين الأكبر فيهم. خلينا نشوف يعني أنت بالبداهة كده، لو قلت لك مثلا إيه، عايزين نشوف مين أكبر رقم في دول، أنا معرفش هما فين، بس أنا عاوز أعرف دلوقتي مين أكبر رقم في دول. هتشوف الأول A مثلا أكبر من B، لو أكبر من ال B هتشوف هل هي أكبر من ال C، لو أكبر من ال C وأكبر من ال B يبقى هي الكبيرة. طيب لو هي ال A دي أصغر من ال B، فهتشوف هل هي أكبر من ال C ولا لأ، عشان لو أكبر من ال C فبالتالي ال B الأكبر، بعديها ال A، بعديها ال C. تمام كده؟ تمام. هي برضه نفس الcondition كده، أنت لمّا هتنظّمها من نفسك، أنا عارف إن هي معقدة شوية، نظّمها مع نفسك هتلاقيها سهلة. إيه هي الloops أصلًا؟ تمام، الloops دي حاجة اسمها آمم التكرار. اللي هو مثلًا أنا عندي كود معين أنا مش هاقعد أكتبه 7000 مرّة، لأ، يعني مثلًا عندي مثلًا الكود اللي هو بيcheck بيقول لك هل الA أصغر من الB والّا لأ، هل أنا هاقعد أكتبه 7000 مرّة عشان خاطر أستخدمه؟ لأ، يعني في حاجة اسمها loop، نقدر أستخدمه كذا مرّة. تمام، تمام. طيب الloop بيتكوّن من حاجة اسمها الcondition وبيتكوّن من الbody. condition هو ده الشرط اللي أنا قُلت لك عليه، اللي هو الخانة بتاع الcheck، وبيتكوّن من إيه، من الbody أو اللي هو الجسم، اللي هو مثلًا لو صح، لو الcondition دي صح هانفّذ الbody ده، هانفّذ الblock اللي جوّاه ده. تمام. بيقول لك هنا الbody contains an action that we want to repeat، اللي هو الbody ده هو اللي بيتكوّن من الحاجات اللي إحنا هنكررها. خلّيني مثلًا عملت loop أهو، وده الbody بتاعه، ده الcondition بتاعه، لو مثلًا لو ده صح، لو الcondition صح فهاروح جاي منفّذ اللي جوّه ده، طب لو غلط هاskip الloop خالص ولا كإني شايف الbody اللي جوّاه. زي إيه؟ زي كده بالضبط. بيقول لك إن أنت هتdraw flow chart، إن أنت تcalculate مثلًا the factorial of n. factorial of n ده اللي هو مضروب الn. مضروب الn ده يعني هو مثلًا لو قُلت لك مضروب ال5 يبقى 5 في 4 في 3 في 2 في 1 في 0 في 2 في 1 sorry. تمام؟ 6 يبقى 6 في 5 في 4 في 3 في 2 في 1. يبقى أنت كل مرّة تعمل إيه، كل مرّة تنقّص 1 وتضرب في الأصل، تنقّص 1 وتضرب في الأصل. تمام كده؟ تمام. بيقول لك مثلًا start، بعديها هتinput رقم اسمه number. طيب هتعمل لي هتdeclare مثلًا variable اسمه m وvariable اسمه الfactorial، ماشي، أو اللي هو الf. طيب هتخلّي الf بيساوي f في m، يعني مثلًا 1، خلّينا مثلًا ناخد رقم n ده ندّي له مثال برقم 5، ماشي، الm ب1 والf ب1، خلّينا نقول إن الf بيساوي f في m. f في m يعني كام؟ 1 في 1 بكام؟ ب1. طيب هننزل الcondition، بيقول لك هل الm بقى اللي هو ال1 ده بيساوي الn، بيساوي الn ده؟ لأ،
فبالتالي هتعمل إيه؟ هتخلّي الm بيساوي m زائد 1، يعني هتزوّدها 1. الm كانت بكام؟ كانت ب1. تمام؟ أهي الm فين؟ الm ب1. أنت هتخلّيها زائد 1، يعني هتخلّي الm بكام؟ ب2. يبقى إحنا كده خلّينا الm ب2. اطلع تاني، خلّي الf بيساوي f في m، الf في 1، 1 في 2 ب2. ماشي؟ هل الm بيساوي الn؟ هل الm فين الm؟ 2 بيساوي الn اللي هي 5؟ لأ لأ مش ب5. طيب خلّي الm زائد 1 بقت بكام؟ بقت ب3، وهكذا. هتفضل تزوّد لحد ما الm بيساوي الn. فلمّا الn بيساوي الm بيساوي 5، فأنت بالتالي هتقول له إيه؟ اعمل لي الoutput f. ولمّا هيطلع لك الoutput f أنت أدي 1 في 2 في 3 لحد كام؟ لحد 5. تمام؟ يطلع لك كده تقريبًا 120. وهتend الprogram. بس بسيطة خالص. هو ده الloop. شايف أنت أمّا خدت بالك كده إحنا عملنا loop إزاي؟ اللي هو فضلنا نلِف، 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 نلِف لحد ما الcondition اتحقق ونفذنا. تمام؟ تمام. بس كده. أدينا خلّصنا. الsession مش تقيلة، أنا عارف إن هو كلام برضه إيه، أنت في البداية كده تثبت يا ابني. في البداية كده أنا عارف إن هي ممكن تكون حاجات صعبة عليك شوية، لكن أنت اقعد اسمع الsession مرّة و2 أو اقعد اقرأ الmaterial لحد ما تلاقي الدنيا ضبطت معاك، ولو عندك سؤال ابعت لي. هي إحنا ده كلّه كلام نظري، إحنا لسه ما دخلناش في الtechnical خالص. أنا عارف إن هو في ناس بتكره النظري وبتمل منه. إن شاء الله من الsession الجاي هنبتدي إن إحنا نفتح الcompiler وأعرّفك يعني إيه compiler أصلًا وsyntax والvariable conditions. أنا ما رضيتش أجيب لك الvariable condition في أول session، اللي هو مثلًا أنت عندك الsyntax والvariable، مثلًا قواعد الvariable بتتكتب إزاي. كل الكلام ده إن شاء الله هنعرفه الsession الجاي. يالّا أشوفكم على خير. سلام عليكم.